مدرسة نهاية الأسبوع العربية هي أول مدرسة أنشئت لتدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية، كما يمكن اعتبارها وليدة أول منشأة عربية في مقاطعة بريتش كولومبيا، حيث أنشئت في سنة 1976 برعاية جمعية الثقافة المصرية الكندية، والتي أسست في السنة السابقة لتأسيس المدرسة. وبصفته البرنامج العربي الوحيد في المقاطعة، قام كادر عرب ميديا بزيارة موقع المدرسة. المدرسة ابتدت سنة 76. كانوا تقريبا 3 فاميليز، أولادهم ابتدوا يكبروا وكانوا عايزين يعلموهم عربي ولغة القرآن ويعلموهم دينهم الإسلامي. فابتدوا عملوا تجمعات في البيوت، ومن هذه التجمعات نشأت المدرسة. ابتدى يجي لها طلبة تانيين. كانوا البيرنتس هم فولنتيرنج، الآباء والأمهات، رغم أن أغلبهم كان بيعمل. كانوا بيتطوعوا ان هم يدرسوا للاولاد على فترات متلاحقه. ومن هنا ابتدت تطلع فكره المدرسه، وابتدت تكبر، وابتدى يجي لها طلبه اكتر. وفي وقت ما في اواخر السبعينات كان وصل عدد الطلبه ل 50 طالب. وبسبب نشأة الطلاب في مجتمع غير عربي يجعل من فهمهم للعربية أمرا صعبا، وهذا ما يدركه مدرسي المدرسة ويبذلون لتسهيله جهودا حقيقية. أنا معلمة اللغة العربية، وأنا هنا أدرس اللغة العربية لكل المستويات. مثل إحنا عندنا 3 مستويات: المستوى الأول والمستوى الثاني ومستوى الثالث. أول شيء لما إحنا الطفل عندنا يجي، إحنا أول نقرر في أي مستوى يكون الطالب موجود على حسب المستوى الطالب نفسه. يعني احنا نرحب في كل الطلاب العرب كمان وغير العرب كمان. ففي أطفال الحمد لله الطلاب العرب هم متعودين على اللغة العربية، يفهمونها لكن مش بشكل كامل، لكن الحمد لله يفهمونها. لكن لسه برضو علشان هم يدرسون في يعني مدارس إنجليزية، فعندهم يعني صعوبة شوية على فهم العربي الكامل. فبالطبع احنا لازم نستعمل اللغة الإنجليزية لو علشان نوصل لهم اللغة اللي نبي ندرسهم. بدرس للبالغين الغير الناطقين باللغة العربية. الكلاس اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي هو عبارة عن مقدمة في المحادثة باللغة العربية. هو كورس 4 شهور، كل يوم أحد 3 ساعات، من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر. نحتاج أن نعلم الطفل العربية ونحببه بالعربية عن طريق اللعب أكبر قدر ممكن، لأنه هي اللغة الأساسية لنا. بالإضافة مشان الطفل يستمتع باللغة العربية بما أنها هي لغة ثانية في هذا البلد، كي نرغب الطفل باللغة العربية تعتمدنا على الطرق عن طريق اللعب. أحيانا نستعين بالصلصال أو بالمعجون، أحيانا بالألوان، أحيانا عن طريق البازل، أحيانا عن طريق الكمبيوتر، عن طريق الموفي، استماع إلى الأغاني العربية، بالإضافة إلى ذلك الخاصة طبعا للأطفال بهذا العمر. نعلم بالإضافة للأطفال الآداب الإسلامية عن طريق مشاهدة الطفل بعض أفلام الأطفال التي تعلم الطفل مثلا كيف يقوم بعمل الوضوء. ويرى بعض الآباء في تعريف أبنائهم بثقافتهم الأم وتعليمهم العربية ما يساهم في عزلتهم داخل المجتمع الكندي المختلف في ثقافته. سألنا الدكتورة فاطمة عن رأيها في هذا الطرح، وكيف يتم معالجة مثل هذا النوع من العزلة إن وجد. أنا لا أتفق مع الرأي ده. بالعكس، أنا بعتقد إن كل ما أولادنا عرفوا ثقافتهم وفهموا ماضيهم، يعني ماضيهم الحضاري جيدا، هيعتزوا بيه أكتر وهيبقوا أكثر انفتاحا إن هم يتقبلوا حضارة أخرى. I generally chose this school because I wanted a place where my children could be themselves and still learn about their religion and culture. And it was very important for me that they be well behaved but not have undue restrictions placed on them. You know, because we are Muslim, but we are also many other things. And this school seemed perfect because they allow you to be what you are. And I did a lot of searching, and we are very happy with the school we are at currently. من ناحية أخرى،
يعيش الطلاب في أحيان كثيرة حالة من التناقض بين ثقافتهم الأم والتي تحاول المدرسة إحياءها وبين تفاصيل تعاملاتهم اليومية في المجتمع الكندي. ترى هل تولي المدرسة اهتماما لهذا الجانب وكيف تعالجه؟ الحقيقة بعد ما ترجمنا الكوريكولم بتاع الانتي بولينج اللي هو ضد المشاغبات، نتيجة ان كثير من ابنائنا بيتعرضوا لمواقف اهانات في المدارس وضرب، احنا ادركنا اهمية تعريف اولادنا بالثقافة العربية الاسلامية، ومنها يعتزوا نفسهم وينموا شخصيتهم فيبقوا proud of themselves، فخورين بما هم فيه ولا يقبلوا اي اهانات من حد تاني. ففكرنا ان احنا ننتروديوس كورس جديد. الكورس ده هو المدرسة المصرية هي الوحيدة اللي بتقدمه. الكورس ده اسمه احنا بنسمينه Islamic Social Studies. الكوريكولم بتاع الكورس ده او المنهج بنجيبه من اماكن مختلفة، لان مفيش كتاب واحد نقدر ان احنا نعتمد عليه لانه مش موجود. فالمدرس بتاع الكورس مع إدارة المدرسة بتنتقي الأشياء اللي بتقدم في هذا الكورس، ومنها أسلوب متميز في التدريس، بمعنى إن بنعرض على الطلبة DVDs مواقف معينة، علماء العرب والعلماء المسلمين القدامى، ابن حيان، ابن الهيثم. حتى أسلوب الهوم وورك بالنسبة لهذا الكورس إن الأولاد بيعملوا سيرش على الإنترنت عن حياة عالم من علماء العرب أو الإسلام، بحيث إن إحنا نطور ده وننمي في نفوس أولادنا إزاي يحبوا العلم وإزاي يبقوا متميزين في مدارسهم ويشعروا بفخر بالماضي وينظروا للمستقبل بنظرة إيجابية. ودعنا المدرسة العربية بوعد منا للقائمين عليها بتغطية أخرى للمؤسسة الأم جمعية الثقافة المصرية الكندية، وذلك في حلقة قادمة إن شاء الله.